غلطة من الغلطات اللي كلنا بنغلطها، خصوصا في موضوع الكومبلاينس، انه نبتدي نجهز للاوديت قبليها باسبوع. الاوديت ما بيتجهزلوش قبليها باسبوع، الاوديت اوريدي احنا بنبقى شغالين على البروجكتس دي من قبليها. طيب هتقولي يعني يا سماهر احنا هنعمل ايه قبليها باسبوع؟ اقول لك اوكي، بص احنا قبل الاسبوع هنتاكد فور اكزامبل ان احنا لو طلع لنا NCs او نون كونفورميتيز او فايندينجز هنعمل ايه؟ هنقفلها، هنعمل لها كابه ونتاكد انها متقفله، واللي مش متاكد اللي مش متقفل نشوف ليه مش متقفل ونحط له الريزنز بتاعتها. اوكي طيب، بس يعني ايه بقى مش هعمل لها من قبلها باسبوع؟ يعني انا طول السنه بعمل انترنال اوديت، طول السنه بشوف ايه الحته في المانيفاكتشرنج اللي عندي فيها مشكله وبحلها. يعني انا طول السنه شغال فور اكزامبل وانس اير اوديت على كل بلانت او على كل فانكشن، وطول السنه بشتغل ان انا بقفل الكابه بتاعتهم، وطول السنه عندي continuous improvement، وطول السنه انا عامل حاجات عشان نتعرف عليها اكتر واكتر الناس الموجوده عندي في الشركه، فيبقى عندهم نوليدج كويسه بالكواليتي، فيبقوا شغالين او فاهمين احنا بنعمل ده ليه. طول السنه انا شايف الباتل نيكس عندي فين، وبحاول انا والاوبريشن وكل حد في الشركه سواء الستيك هولدرز او الابر مانجمنت انه يمشي عليها. فعشان كده انا ما ينفعش اجي قبل الاوديت باسبوع واستف ورقي واقول ده يعني بجد لو اوديت شاطر شويه مش هعديك من الاوديت. ولو انت شركه عايزه توصل للاكسلنس او تعلى بالانتاجيه بتاعتها او تعلى بالكواليتي مانجمنت بتاعتها، صدقني ده مش هيفيد. فخلينا اكتر نركز على الاسنس اللي بتطلع لنا من الاوديتس ونحاول نشتغل عليها طول السنه. هتقولي طب ماشي ده صعب شويه، لا بالعكس، هو اللي صعب ان انت تدربك الشركه كلها قبل ميعاد الاوديت باسبوع، انه مش تقولك انت بس. لكن السهل انك تاخد من الناس دي كل شهر ساعه ساعتين، تبقى الناس دي عارفه احنا شغالين في فين، واقفين فين، محتاجين ايه، اند سو اون. ده هو السهل. الصعب ان انا اوقف الشركه كلها كل اسبوع واحد في السنه بيشتغلوا لي اوديت بس، لا وكمان بعد ما يخلص الاسبوع مستحتاج استنى لحد ما تطلع الفايندنجز واوقف الشركه برضه كلها عشان تعمل لي NC وعشان اسلمها في الميعاد عشان اخد الشهاده بتاعتي. فهي من الحالتين، يعني مش من الحاله واحده. هي طبعا المسؤول عن الكلام ده بيبقى اكتر الاوديتي، وهو الاوديتي في الناحيه دي بيبقى الكواليتي مانجر، بان هو ينور الحته دي شويه للستيك هولدرز، فبالتالي الستيك هولدرز هياخدوا الانيشيتيف معانا.